السندوتش واقف ب 37 ونص، والاتنين كولا دول ببلاش. تجربتنا النهارده يا باشا في مطعم ابن مصر، او زي ما اتشهر الفتره الاخيره انه هايبر اكل، وده لانه بيعمل كل الاكل اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش. اول ما دخلت المطعم ما شاء الله لقيت المطبخ عندهم صرح كبير جدا، ومتقسم عندهم لكذا قسم، وكل قسم قدامه الشيفات بتوعه. يعني المشويات عندهم ليها شيفات، الشاورما ليها شيفات، البيتزا ليها شيفات، وهكذا بقى. الدنيا هنا هايصه. اللي خلينا اجي النهارده عندهم يا باشا ان انا لقيت عندهم عروض باسعار ما تتصدقش. عندك مثلا الصينيه اللي في ايدي دي اسمها فور سيزون 4، فيها ماريه فراخ على شاورما لحم لبناني على بطاطس على فراخ كريسبي على عيش توست، وبينزل معاها صوصات، وكل ده يا باشا ب 225 جنيه. يعني لو 2 اكيله دخلوا فيها يبقى قابلوني لو خلصوها. فيلا يا باشا نبدا، بس قبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك بقى يا صاحبي، وصلي على النبي في الكومنتات، وشوف الفيديو للاخر عشان انت هتسمع اسعار ما بتسمعهاش دلوقتي. طلعت الدور الثاني لقيت عندهم قاعده كلاسيك كده، ترابيزات وكراسي وفي بار كمان، بس انا قلت اطلع الدور الثالث احسن عشان عندهم فوق قاعده عربي وانا بحب الرحراحه، ولقيت كمان عندهم كيدز اريا عشان لو معاك اطفال. يا عمود يا فقري. لا احنا خلينا في الاكل احسن. يا جماعه المنيو هنا كتاب والله. دي الصينيه اللي انا قلت لكم عليها ب 225، وزي ما انتم شايفين فيها قطع ستريبس وفيها ماريه وشاورما لبناني وشويه بطاطس وشويه عيش محمص. نبدا الاول بالستريبس، بسم الله. لا حلو قوي ومقرمش، والفراخ من جوه بيضه ونضيفه وطريه قوي. لا هي كميات الفراخ كبيره قوي على شخصين. نخش كده على البطاطس عاديه بس عليها شويه بهارات حلوه. خش لي بقى هنا على الماريه يا باشا، والماريه هنا هم مدينا تحميصه كده شكلها عالميه. نفتح كده ونشوف ايه اللي جوه يا باشا، بسم الله. الصوصات طعمها حلو قوي، والعيش هنا يعني انا شايفه سميك شويه، فلو كانوا كتروا كميه الشاورما اللي فيها كان هيبقى اجمد بكتير، لان الشاورما طعمها حلو قوي. نسيت اقول لكم ان الصينيه دي بينزل معاها صوص رانش وصوص توميه سبايسي وشويه يا باشا ترشي. ده شكل الشاورما اللبناني. نفتح كده من جوه، فيها شرايح شاورما لحم مع شويه طحينه وفلفل واللفت اللي هو مخلل ده، وريحته عالميه. بسم الله. لا الشاورما اللحمه عجبتني اكتر من الفراخ كمان، وهم مكترين هنا طحينه، فبصراحه مخلين السندوتش كده من جوه طري كده لا عالمي بصراحه. على الكميات اللي في الصينيه دي انا شايفها رخيصه ب 225 جنيه. ده العيش المحمص اللي هو موجود، خفيف كده قريب من الشيبسي، وده معناه اللي هو طازه وهو اصلا سخن كمان. نخش على اللي بعده. بص يا باشا انا لقيت عندهم بوكس اسمه فور سيزون 1، ده فيه سندوتش زنجر وسندوتش كريسبي وسندوتش بانيه وسندوتش كرانشي برجر، ومعاهم 2 كولا، وجاي معاهم بطاطس وعيش توست، وطبعا الصوصات والمخلل. وده كله يا باشا سعره 150 جنيه. يعني لو حسبتها هتلاقي ان السندوتش واقف ب 37 ونص، والاتنين كولا دول ببلاش. تعالوا كده نشوف اول سندوتش معانا، وفي شويه جبنه كده شيدر يا باشا وصوصات، وقطعه البرجر دي شكلها كده يشهي شويه، وفي بطاطس ومايونيز تحت وخيار مخلل. بسم الله. طعمه حلو والعيش طازه، الصوصات كمان محليه، بس المشكله عندي اللي هو فراخ مفرومه مش فراخ صحيحه يعني، بس على سعره نقول عالمي. ده بقى يا باشا اللي بعده، فيه قطعه الزنجر ومعاهم بطاطس، وبرده فيه هنا خس والمايونيز والجبنه. بسم الله. ده نفس الكلام بس ده عجبني اكتر بحكم ان الفراخ هنا نساير. نشوف بقى اللي بعده يا باشا، ده بقى كريسبي، او انا شايفه قريب من الزنجر، او هي نفس قطعه الفراخ تقريبا، ونفس البطاطس والخيار والمايونيز والخس. بسم الله. هو قريب جدا من اللي قبليه، بس عايز اقول لكم يا جماعه الجبنه والصوصات اللي هم حاطينها محلين السندوتش قوي الصراحه. ده يا باشا بقى سندوتش البانيه، نفس الكلام برضه، نفس الصوصات ونفس البطاطس والخس. نقفل يا باشا ونقول بسم الله. لا الصينيه دي يا باشا كده انا هسميها صينيه اخر الشهر. نبلع بالكولا ونشوف اللي بعده. نخش يا باشا بعد كده بقى على النجريسكو يا باشا. دي مكرونه نجريسكو، بسم الله. طعم الكريمه واضح فيها قوي، فيها فراخ يا باشا ومشروم مزيكا. النجريسكو هنا يا باشا مزيكا. دي مكرونه الدلع. نشوف اللي بعد عشان لو فضلت كده اخلص الطبق ده. بما انهم بقى بيعملوا بيتزا، تعالى نشوف البيتزا اللي تشيكن رانش عندهم بتقول ايه. البيتزا اللي تشيكن رانش عندهم يا باشا حاطين عليها صوص جبنه كمان، وشايف فيها كميه فراخ كتير قوي. بسم الله. عجينه بيتزا عاديه جدا ما فيهاش اي افتكاسه، وفيها كميه فراخ كتير قوي، يعني انت كل قطمه بتاكلها بتبقى فيها فراخ. بينزل لك معاها كاتشب، بس انا صراحه مش شايف اللي هي محتاجه كاتشب، يعني كفايه صوص الرانش اللي فيها والجبنه. نشوف اللي بعده. نخش بعد كده بقى على الحواوشي اللي عندهم. هو الحواوشي هنا انا شايفه صغير شويه، لو جينا لحمناه كده حجمه صغير شويه، بس في نفس الوقت برضه انا شايفه متروس لحمه. يعني تعالى كده بص معايا. لا هو في كميه لحمه حلوه الصراحه. بسم الله.
لا حلو، العيش من بره مقرمش وعليه شويه سمسم كمان، ومن جوه بقى طري يا باشا عشان شارب من دسامه اللحمه، واللحمه تتبيلتها تحفه. لا على سعره حلو قوي. انا ابني مصر. تعالى بقى نخش على الشاورما السوري. بسم الله. ده بقى يا باشا اللي عامله استاذ، مظبط كميه التوميه مع كميه اللحمه مع الخيار المخلل مع تحميصه العيش اللي بره، اكنك بتاكل سندوتش شاورما سوري من اي مطعم سوري. تعالى بقى نخش على الكريبات عندهم. ده يا باشا كريب ميكس لحوم وسعره 80 جنيه. هو في شاورما وبرجر وسجق. نقول بسم الله. بسم الله. في كميه لحمه يا جدعان رهيبه، وعجينه الكريب محمصه كده من بره شويه، ودي احسن حاجه بحبها في اي كريب. كميه الكاتشب والمايونيز صراحه حلوه قوي. لا ده في حته سجق هنا يا باشا، تعالى كده ندوقها. تحفه. بعد المعركه اللي حصلت دي يا باشا بقى جه الوقت اللي احنا نحلي. هنحلي ببيتزا ايطالي اسمها فور سيزون، عباره عن ربع نوتيلا، ربع فاكهه، ربع وايت شوكليت، ربع بندق. نبدا يا باشا بالنوتيلا. شكلها عالميه. بسم الله. دي يا جماعه تبقى عايزه حد متخانق مع حبيبته ويروح يصالحها بالبيتزايه دي. انا عايز بس اشيل حته الاناناس دي عشان انا ما بحبش الاناناس. نخطف كده حته من جنب ده يا باشا. زي ما انا قلت لك هتتصالح، يعني هتتصالح. نشوف كده الوايت شوكليت. خطيره. انا حاسسها تورتايه. لا حلوه قوي، وكمان سعرها 135 جنيه، والخامات اللي فيها صراحه حلوه قوي. وبعدين ده بندق يعني مش سوداني. كفايه كده بقى، انا مش هاكل لغايه بكره. وبس كده يا باشا، دي كانت تجربتنا في مطعم ابن مصر. احسن حاجه عجبتني الصراحه انه اسعاره كويسه، مش بيغني في الاسعار يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للبيج. كان معاكم عمرو عزت، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.